السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين قناة الشباك الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أما بعد، عن مباراة المنتخب الجزائري ضد توغو في إطار تصفيات كأس إفريقيا التي ستقام يوم الاثنين 14 أكتوبر على الساعة 5 بتوقيت الجزائر في العاصمة الطوغولية لومي. وأقامت عناصر المنتخب الجزائري صبيحة البارحة السبت آخر حصة تدريبية في الجزائر، بعدها سافرت زوالا صوب العاصمة الطوغولية لومي ووصلت مع المساء. ومن المتوقع أن يجري عناصر المنتخب الجزائري أول حصة تدريبية في لومي أمسية اليوم على الساعة 8 في نفس توقيت المباراة. وستكون التشكيلة المتوقعة كالتالي: في حراسة المرمى بنبوط، وعلى الجهة اليسرى ريان أيت نوري، في خط الدفاع رامي بالسبعيني وعيسى ماندي، وعلى الجهة اليمنى سعدي رضواني، في خط الوسط في الاسترجاع رامز العربي زروقي، في التنشيط الوسط الهجومي كل من عوار وإبراهيم مازا، وفي الهجوم كرأس حربة أمين قويري، على الجهة اليمنى عمورة، وعلى الجهة اليسرى سعيد بن رحمة. وفي خبر عاجل آخر، هناك لاعبين عاد إلى ناديهما بسبب الإصابة، هما كل من فارسي وجوان حجام. بالتوفيق لعناصر المنتخب الجزائري، إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله، انتظرونا.